أفضل أفلام نتفليكس لهذا الشهر الآن في هذا الفيديو، أقدمها لك دون حرق كي تختار ما تشاهد دون عناء. مرحبا بك في عالم الأفلام والمسلسلات. في الأول من شهر ديسمبر ستجد فيلم ماي ديسمبر يروي قصة حقيقية عن زوجان يكافحان تحت وطأة الفجوة العمرية بينهما، وبعد 20 عاما على علاقتهما الرومانسية التي نالت شهرة واسعة آنذاك. وأنا شخصيا أتذكر هذه القصة لأنها قصة واقعية. يصبح هذين الزوجين تحت ضغط كبير تزامنا مع وصول ممثلة شهيرة تسعى لتقديم عمل فني عن قصة حبهما الذي يعتمد على فضيحة غريسي المعلمة مع تلميذها جو الذي كان آنذاك في 14 من عمره وغريسي في الثلاثينات. وبسبب تدخل الممثلة إليزابيث التي تجري البحث عن غريسي وجو، تسببت في تفكك ديناميكيتهما عندما تصالحت جو مع ما حدث له في شبابه. فيلم درامي ممتع جدا لقصة اهتزت لها الولايات المتحدة لزمن طويل بين داعم ومعارض. It's such a pleasure to meet you. You are so sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. في 6 من ديسمبر ستجد فيلم ناجا، وهو فيلم ثريلر سعودي يدور حول فتاة تدعى سارة تقطعت بها السبل في الكثبان الرملية بالرياض، وذلك أثناء محاولتها التسلل من منزل والديها للذهاب إلى موعد غرامي، لتتحول ليلتها إلى أسوأ ما يكون بعد أن ألحقت الأذى بجمل حديث الولادة عن طريق الخطأ، مما دفع والدته إلى مطاردة سارة بشراسة للانتقام منها. وتتوالى الأحداث المثيرة. وإن كنت تحب هذا النوع من الأفلام، شاهده وادعم الأفلام العربية على الشبكة. Leave the World Behind نزل في 8 من ديسمبر، ويجسد كل من جوليا روبرتس، مهرشالا علي وإيثان هاوكي أدوار البطولة في قصة إثارة مروعة، حيث تحولت عطلة عائلة في لونغ آيلاند إلى كابوس مفاجئ عندما يتعرضون لهجوم من قبل غرباء. وبينما يتزايد رعبهم بفعل هجوم إلكتروني غامض، يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة واقعهم الحالي والتأقلم مع حياتهم الجديدة في عالم ينهار من حولهم. فيلم درامي وثريلر قدم به نجوم هوليوود أروع ما لديهم من أداء، ولن تندم إن شاهدته. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? في 22 من ديسمبر سينزل الفيلم الذي ينتظره شخصيا بشدة، Rebel Moon Part 1 A Child of Fire، بطولة النجمة الجزائرية صوفيا بوتيلا التي تلعب دور كورا. الفيلم من كتابة زاك شنايدر، وبه الكثير من الأكشن والفانتازيا. وإن كنت من محبي Game of Thrones أو سلسلة The Lord of the Ring فسيبهرك هذا العمل. لذا موعدنا معا في 22 من ديسمبر لمشاهدة هذا الفيلم الرائع، واكتب لي أسفل الفيديو بعد مشاهدته تقييمك له من 10. هنا تنتهي اختياراتي، وأطلب منك فقط أن تكتب لي أي قائمات تود مني نشرها على القناة، وإن شاء الله ستكون عودة ممتعة بدون توقف مع نهاية هذه السنة وبداية 2024. ملتقانا في الفيديو القادم، وإلى ذلك الحين أستودعك في حفظ الله. إلى اللقاء. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm